هناك حساب أردت تصفيته خارج القصر. أي حساب؟ حسابي الخاص يا أبا الركاب. أتظن أن الوقت قد آن؟ وقد سبقني يا أبا الركاب. على أن تكون حذرا بما فيه الكفاية. كيف دخلت إلى بيتي؟ بيتك؟ ظننت أنه بيت الصافي. ماذا تفعل هنا؟ أفعل ما كان علي فعله قبل أعوام. اسمع، أمامك خياران: إما أن تخرج معي إلى حيث أريد، وإما أن تلقى حتفك. أنت قاتل القصر إذن؟ أنا الموت القادم من الشرق. الشرق حيث وادي الثعالب يا أبا موسى. جئت من هناك لأوقف شروركم. ونحن أيضا قدمنا إلى الشرق، قدمنا نحمل الموت لك ولأمثالك. إذن فلن تستسلم صاخرا. ما كنت تيمور ابن يعقوب إذن. تيمور ابن يعقوب، هذا هو اسمك الحقيقي. لن تعيش لتنطقه ثانية. ماذا فعلت بأهل بيتي؟ إنهم بخير يا تيمور. لقد حبستهم في إحدى الغرف، فأنا لا أقتل القصر والثلثش. فعلت خيرا. هل تذكر يوم داهمت هذا البيت أنت وأوس وحنظلة؟ أنت من طعن الصافي أولا في ظهره. من أنت؟ بينما كان أوس يقاتل ولده الصغير سيف. من أنت؟ لقد تمكن الصبي يومها من جرح أوس، فقام أوس بقتله بكل وحشية. لكن الصبي لم يمت يا تيمور. الصبي من قتل أوس بكسر عنقه، وهو من قتل سهيل وخلص قصي من السجن. أنت سيف بن الصافي. أنا هو يا تيمور. لا يمكن، لقد شطره أوس إلى نصفين. ضربته لم تكن قوية، لقد تركت بي جرحا غائرا لكنه لم يكن مميتا. اللعنة. هل دخل الخوف إلى قلبك يا تيمور؟ أنت أحمق يا سيف. ستتمنى لو أنك مت فعلا قبل الآن. أنت لا تملك خبرتي في القتال، كما أن سنك لم يعد يعينك. فاخرج معي لتكون شاهدا على أفعالكم الحقيرة طوال فترة وجودكم في هذا البلد. سيفرح مصعب كثيرا عندما يراني أقدم له رأسك على طبق من روث الحيوان. إذن فخلاصك هو قتالي. قتلت حجر البكري. وفي عقر داره، أعني في عقر دار الصافي. وتعرف أيضا أنه يسكن بيت الصافي. أنا أعرف أكثر مما تعرف يا أبا الرشد، وربما أكثر مما يعرف الجميع هنا. أنا أعرف أن اسم من قتلت هو تيمور بن يعقوب، لا حجر البكري. هذا يعني أن ما قاله أبو الركاب صحيح. لقد دخلوا البلاد بأسماء غير أسمائهم.